السلام عليكم. سأقدم لكم اليوم وصفة محشي الكوسة باللبن الزبادي. نحتاج لكوسة حجم وسط. نقطع الجزء العلوي للكوسة وأيضا شيء بسيط من الجزء السفلي بهذا الشكل. نختار الأداة المناسبة والمتوفرة لحفر الكوسة. نقوم بحفر الكوسة من الوسط وبحركة دائرية حتى نخرج لب الكوسة. لا نبالغ بالحفر حتى لا نثقبها. نستخدم لب الكوسة لاحقا في تحضير الشوربة. ستجد وصفة شوربة الكوسة على القناة. نحتفظ بالكوسة عريضة قليلا من الجوانب. هذا هو العرض المناسب. نضع الكوسة بالمقلوب حتى تنشف قليلا من الداخل. نضع كوبا من الأرز المغسول و400 جرام من اللحمة المفرومة. نحتاج إلى نصف ملعقة من كل من الفلفل الأسود والكمون والكزبرة والقرفة والبابريكا وملعقة من الملح. 4 ملاعق زيت زيتون. ملعقة من النعناع الجاف. نخلط جيدا حتى تمتزج المكونات. نحشي الكوسة بمقدار إلا ربع، أي نترك ربعا فارغا حتى تتمدد الحشوة وقت التحضير. نصف الكوسة بالطنجرة ونصب عليها الماء الساخن ونتركها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق. في هذه الأثناء سنحضر خليط اللبن. نضع كيلو من اللبن الزبادي ثم نضيف عليه ربع كوب حقين أو عيران اختياري. ونضيف النشا ثم نحرك على البارد. ثم نضعه على النار حتى يصبح بهذا القوام. الآن نضع الكوسة باللبن حتى يتم استكمال طبخها. نتركها على النار لمدة 20 دقيقة حتى تستوي الكوسة بشكل كامل مع التحريك من وقت لآخر. نضيف الآن فصوص ثوم وملعقة نعناع جاف ونحرك. وملعقة ملح ثم نضعها على النار ل5 دقائق. للتزيين نحتاج للوز مسلوق ومقشر، كاجو، وفول سوداني اختياري. نقوم بصب زيت الزيتون ونقوم بتحميره قليلا. أصبح المحشي جاهزا للتقديم. نضعه في طبق التقديم ونزينه بالمكسرات والنعناع الجاف.
لا تنسوا الإعجاب وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى أن تكون وصفة اليوم إضافة جميلة لمطبخكم. دمتم في رعاية الله.